السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة أطبخ مع وئام مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وكنتمنى تكونوا دائما في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. وصفتنا اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم وصفة شرقية، هي كبسة الدجاج بلمسة مغربية مع بعض التغييرات، ولكن غادي نحافظوا على الطعم الأصلي ديال الكبسة. غادي نحضروها بطريقه سهله وبسيطه كتجي لذيذه بزاف. غادي نرافقوها بصلصه ديال الدقوس اللي ضروري منها في هاد مترافقنا مع الطبق ديال الكبسه، حتى هي كتجي لذيذه بزاف. وغادي نحضروا صلصه الروب لكل دوله كتحضرها بطريقتها الخاصه، هي صلصه الزبادي والخيار. فبقاو معايا باش تعرفوا مقادير وطريقه تحضير هاد الوصفات. يلا نبداو على بركه الله وفرجه ممتعه. غنبداو بتتبيله ديال الدجاج. غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، شويه ديال القرنفل مطحون، معلقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم، ومعلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير. غادي نخلطوا هاد المكونات بشويه ديال الماء. هنا عندي واحد الدجاجه اللي تقريبا فيها 2 كيلو اللي غسلتها من قبل بالحامض والملحه. كيف كنغسلوا الدجاج ونغسلوه مزيان ونخليوه يستقطر، ومن بعد غادي نديرو في هاد التتبيله ونتبلو مزيان. غادي ندير لها واحد الفليحات هكا من الفوق باش ندخل فيه العطريه ويجينا الدجاج متبل وبنين. غادي نجمعوا ليه رجيلاتها كيف كنجمعوا الدجاج. من الافضل خليو الدجاج واحد ساعه قبل عاد طيبوه باش يجينا بنين ويجي مشرب العطريه. الا كان عندكم الوقت خليوه ليله كامله حتى الغد ليه وطيبوه. هنا في مقله درت تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت العادي. غادي نقلي فيها الدجاجه على نار متوسطه ونبدا نقلب فيها من جميع الجهات حتى كتحمر لينا هاد الدجاجه. بطبيعه الحال ماشي غادي نطيبوها هنايا صافي. هنا كنديروا لها الطريقه باش العطريه كتدخل لينا في الدجاجه وكتشرب مزيان ديك العطريه. صافي غادي نزولها من المقله. خديت هنا واحد الطنجره درت لها هذاك الزيت اللي قلينا فيه الدجاج ما نضيعوش هكا باش تبقى في حيت فيه ديك العطريه يجينا بنين. ضفت هنا واحد البصله مشلضه كبيره شويه كبيره. غادي نشحرها على نار متوسطه حتى كتحمر لينا ديك البصله. غنضيفوا لها هنا 2 فصوصه ديال الثومه محكوكين، هنا مطيشه حتى هي مقطعه اولا طماطم مقطعه مكعبات صغيورين اللي بطبيعه الحال حيدنا لها الزريعه. جوج معالق كبار ديال معجون الطماطم، وضفت هنا واحد 2 معالق كبار تقريبا ديال زيت الزيتون. هادشي كامل على نار متوسطه. غنضيفوا دابا العطريه. عندي هنا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، معلقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم، شويه ديال القرنفل مطحون، ونص معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، ونص معلقه صغيره ديال البزار. يعني نفس العطريه اللي درنا في الدجاج غادي نعاودو نديروها. صافي غنبقى نشحر فيهم. غادي نضيفو هنا واحد العود ديال القرفه، 2 وريقات ديال سيدنا موسى اولا ورق الغار، 2 باضيانات اولا نجم انيس، و8 ديال حبات الهيل، وهنا 2 حبات ديال الليمون الاسود مجفف اولا كيف كيقولوا له اللومي. غادي نضيفو هنا الماء الكافي باش غادي نطيبو الدجاجه. دابا غنحطو الدجاجه ونخليوها طيب حتى كطيب لينا الدجاج.
انا من بعد ما دازت ساعه تقريبا طابت ليا الدجاجه، غادي نزولها وندهنها بشويه ديال الزبده، غندخلها للفرن حتى كتحمر ونخرجوها. هنا غادي عندي كيلو ديال الرز اللي غسلته من قبل مزيان. عاده هما كيستعملوا الرز البسمتي، انا استعملت الرز الطويل. غادي نديرو على النار متوسطه. هنا نضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، كنعرفوا الرز كيشرب الملحه، نخليوه يطيب على خاطره، ولا احتاج الماء نضيفوا له. هنا غادي نصوبوا صلصه الدقوس، عندي حبه ديال الطماطم كبيره مقطعه، غنضيفوا لها هنا المعدنوس، معلقه كبيره ديال الطماطم المعلبه، واحد نص حبه ديال الفلفل الحار، هنا شويه ديال القزبر يابس مطحون، هنا جوج فصوصه ديال الثومه، والملح على حسب الذوق، و4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ومعلقه صغيره ديال عصير حامضه. نطحنوا هاد المكونات مزيان في الطحانه وصافي. هذه هي صلصه الدقوس واجده. ندوزو باش نحضروا صلصه الروب. هنا عندي واحد الخياره اللي حكيتها في الحكاكه غليظه وصفيتها من الماء، غادي نضيفوا لها معلقه صغيره ديال ورقه النعناع اللي طحنتهم، واحد فص ديال الثومه محكوك، وشويه ديال الملح على حسب الذوق. وعندي هنا ياغورت اولا زبادي اولا دانون طبيعي، الوزن ديالو 125 غرام. غادي نضيفوا على المكونات ونخلطوهم مزيان، وهذه صلصه الروب واجده. وهذا هو طبقنا اليوم، كبسة ديال الدجاج اللي كتختلف طريقة التحضير ديالها من بلد لبلد، كتبقى نفس المقادير ونفس المعايير. انا اليوم حضرتها معكم بلمسة مغربية. عادة هما كيحضروها بقطع ديال الدجاج، انا خليت الدجاجة كاملة، تبلناها من قبل وحمرناها. كيزينوها من بعض المكسرات، انا زينتها برقائق اللوز المحمرة والاكاجو، شوية الزبيب، شوية المعدنوس من الفوق. زينوها بداكشي اللي متوفر عندكم في البيت، ففعلا كتجي ديده بزاف. وهذه صلصه الدقوس، من بعد ما زينتها بشويه ديال المعدنوس. كاين اللي كيحضرها يعني كيطحنها وكيحطها على نار حتى كتشحر وعاد كيقدمها. انا اكتفيت بهذه الطريقه. وهذه صلصه الروب اولا الزبادي مع الخيار، زينتها هكا بشويه ديال النعناع من الفوق، وكنقدمهم لكم بالصحه والراحه. وبهكذا كنكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. كنتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم وتجربوها، تشاركوها مع العائلة والأصدقاء، تشجعوني بتعليقات ولايكات، تشاركوا في القناة فضلا وليس أمرا باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.